امير هشام اللي كان مذيع في قناه الاهلي بقى مذيع في قناه النهار وعنده البرنامج بتاعه. امير طلع من يومين في البرنامج بتاعه بكل صراحه هاجم الكابتن احمد حسام ميدو العالمي بين قوسين على ما تفرج بطريقه يعني قويه جدا جدا. وفي ممكن ناس كتيره اتبسطت بالموضوع ده، بس انا يا جماعه ما كنتش مؤيد للموضوع ده، او انا ما اتبسطتش بالموضوع ده. امير احنا كده بنخش على شغل بعض، انا ما جيتش جنبك، انا ما اتكلمتش في الحصريات والاخبار، خليك انت في الحصريات والاخبار وسيب لي الكابتن ميدو، يعني مش كده. المهم ان امير بعيدا عن الكابتن ميدو اتكلم في كذا حاجه، واتكلم في شويه انفرادات، ومنها ان هو قال ان على مسؤوليته هو الشخصيه احمد فتوح رسميا خلاص في الاهلي بدايه من السنه مش الجايه دي اللي بعدها، يعني في صيف 2024 اللي هو مع انتهاء عقده مع نادي الزمالك. الموضوع ده عمل مشكله كبيره شويه في نادي الزمالك، عمل ازمه كبيره شويه في نادي الزمالك. امير قال شويه كلام تقيل شويتين من اللي هم ما بيحبوش يسمعوه، فالكلام ضايقهم شويتين. فخليني اوريكم حبيبي يا عبد سلام، يا عبد سلام كان بيقول ايه على قناه الزمالك، ونرجع نكمل تاني. انا عاجبني مرتضى منصور 2023 يعني الحقيقه، يعني شكل الفيديو والكلام اللي طالع والعقليه اللي بدا يشتغل بيها مختلفه تماما عن الفكره اللي كان بيشتغل بيها قبل كده. النهارده كان دايما التناول الاعلامي يا كابتن خالد بنتعامل معاه بشكل سلبي. النهارده منتهى الايجابيه، فكره انك ما تسيبش حد بيطلع يقل ادبه او يتطاول على الزمالك او رئيس الزمالك او وزاره الزمالك شكوى وتفضحه، ودي سياسه جديده مهمه جدا. انت زمان كنا بنطلع نديله اللي فيه نصيب وخلصت، لا انت لازم تطارده. وفكره انك تشتكي اسمه ايه الولد المذيع ده، انا مش فاكر اسمه، مش عارف اسمه امير هشام. انا والله ما بعمل اسقاط عليه، فعلا ما اعرفوش. الاخ ده اللي ارتكب جريمه لانه اتكلم عن التوقيع مع لعيب بعقد مستمر مع نادي سنه ونص. انت كده بتسلم الزمالك تسليم مفتاح، تقول له اتفضل اعمل الشكوى. فانت النهارده هتروح تشتكي النادي الاهلي، هو عايز الاهلي يبيع الولد ده ما هو كان مذيع في قناه النادي الاهلي، لان الاهلي هيروح مش هيعترف بانه حصل على توقيع احمد فتوح، فبالتالي انت بتقول له لا الولد كذاب. احنا عايزين النوعيه دي من الاعلام تبطل. وبص يا كابتن خالد، هرجع الكلام، انا عجبني كلام اخويا ايهاب الفولي امبارح، لانه احنا هنا الترابيزه الصغنونه دي عامله قلق، عامله مشكله كبيره جدا. مصر كانت دايما بتسمع من طرف واحد، مصر كانت بتسمع اعلام واحد، مصر كانت بتسمع ناس وننام كلنا بكره امين. لكن النهارده لا، الزمالك ما عملش القناه دي عشان نطلع نمدح في محمود الخطيب، الزمالك ما عملش القناه دي عشان اطلع اشيد بسياسات الاهلي، لا ده انا عشان اكشف سلبياتك واكشف الخراب اللي انت بتدخله على كره القدم المصريه والافريقيه، اكشف الظلم في البطولات وفي المسابقات وفي اللوائح وفي القوانين وفي الفلوس وفي التمويل، افضح كل شيء ضد العقل والمنطق وضد كره القدم. فحضرتك انا مش عامل منبر قناه نادي الزمالك عشان اتفرج عليك وانت بتاخد بطولات، لا انا طالع على اقول لك انت بتغلط ستوب. طيب عبد السلام هنا اتكلم في نقطتين، هو قال لك الاول ايه، يعني في لقطه كده في النص عجبتني بتاعت الولد اللي هو اسمه ايه يا جماعه، مش امير هشام، انا ما اعرفوش اصلي فشفته كده، وبعدها باقل من 10 ثواني قال لك كان شغال مذيع في قناه الاهلي، عشان ايه لحسن يفتكرني ما اعرفوش، ده كان شغال مذيع في قناه الاهلي، فعادي يعني ده الاستاذ عبد السلام ما عنديش فيه مشكله. ورمى كلمه كده انا ما فهمتهاش، ان قال لك اصل الاهلي الزمالك هيروح يرفع قضيه على النادي الاهلي، فالاهلي كده قدامه حل من الاثنين، يا اما يقول انا وقعت مع اللاعب، يا اما يقول لك لا انا ما وقعتش، فيبقى انت بتبيع الولد. ايوه بنبيع الولد ليه يعني هو الولد لو قال خبر غلط في المفاوضات كان عنده مصدر وهيطلع ينفيه بعد كده، المشكله خلصت. طب ما انتوا ياما هجصتوا، انا النقطه ما انتوا ياما قلتوا حاجات مش منطقيه واخبار ومش عارف مين مضى ومين ما جاش، وعادي يعني هو ده الاعلام بالذات في مصر، يعني في الكوره الدنيا ماشيه مراجيح. النقطه اللي انا ما فهمتهاش يا استاذ عبد السلام، انك قلت حاجه يعني اللي كانت بالنسبه لي، عارف اللي هو ما سمعتها قلت ايه اللي هو بيقوله ده، انك بتقول ان ما ينفعش ان الزمالك يعمل كده. انت طبعا مبسوط بالمستشار مرتضى منصور انه ابتدى يتبع نظريه، وان اي حد بيتكلم على الزمالك واي حاجه مش عارف ايه لان احنا نرفع قضيه، لان ما ينفعش تتعاقدوا مع لعيب لسه عقده ممتد. استاذ صبحي انتوا لسه من يومين كان عندكم فضيحه ان في لعيب في المصري اسمه الياس الجلاصي، ومش مصري ده تونسي، عقده لسه فيه 2.5 سنين مع المصري، كان في اخبار من 3 شهور او 4 شهور ان المصري بيحاول يجدد له عقده رغم ان هو لسه مكمل 2.5 سنين، بس كانوا بيحاولوا يجددوا له عقده يظبطوا له المقابل المادي والكلام ده، لان اللعيب اتالق عشان ما يمشيش. اللعيب قال بلسانه ان انتوا فوضتوه، قال لك اللي فوضني ابو شعر طويل ده، قالوا له مدحت عبد الهادي، قال لهم مدحت عبد الهادي. استاذ صبحي الله يكرمك ما تحاولش تعمل فيها ربعه الشريفه، لان الموضوع مش هينطبق عليكم خالص، يعني دي حاجه بالظبط كوميديه بنفس الليفل اللي هو انتوا بتطلعوا تتكلموا على الاخلاق والحاجات دي في قناه نادي الزمالك وبتشكروا في المستشار مرتضى منصور. يعني انت متخيل الميكسات عامله ازاي؟ يعني انت اول الفيديو اول الكلام بتاعك كنت بتشكر الفيرجن بتاع 2023 من مرتضى منصور، مش عارف انت عملت له داونلود امتى، بس انت كنت طالع مبسوط بيه ومبسوط وبتتكلم ان دي حاجه يعني مفيش منها اتنين. استاذ صبحي انتوا القناه بتاعتكم البرنامج بتاعكم بيبقى عباره عن جزئين، جزء بتتكلموا على قناه النادي الاهلي او على النادي الاهلي او على صفقات الاهلي او على جمهور الاهلي او اي حاجه ليها علاقه بالاهلي، والجزء الثاني بتشكروا في المستشار مرتضى منصور، وفي 10 دقائق كده او ربع ساعه بتتكلموا فيها على الزمالك، فبلاش تعمل لنا فيها مش عارف مين، لان احنا مش هنبلع الكلام ده.
الاحلى من كده الكابتن خالد الغندور اللي كان قاعد قدامك ده، وانت عمال تتكلم على الاهلي وتقول بقى احنا جايين عشان ندافع، وان الاعلام زمان والاهلي، وانا جاي اقول ان هنا اصلا الترابيزه دي عامله مشكله. استاذ صبحي الترابيزه دي مأكلاني عيش اقسم بالله. الترابيزه دي انا خايف انها تروح، يعني انا الترابيزه دي مش عارف لو راحت انا هروح فين. المهم الترابيزه دي اللي انت فاكر انها عامله مشكله عشان احنا جايين على الترابيزه دي عشان نتكلم عن النادي الاهلي ونقول مشاكل النادي الاهلي، كان قاعد قدامك الكابتن خالد الغندور بين قوسين بندق فطوطه، كان قاعد عامل لك بس خليني اوريك اليوم اللي قبله كابتن فطوطه كان بيقول ايه. ان كل السوشيال ميديا و99% من الاهلاويه، وانا بقول اهو، بيتفرجوا على قناه نادي الزمالك، بل بيعلقوا كمان على اي كلمه انا بقولها في المقدمه، وكمان بيعلقوا على كنوع من التريقه على مثلا فقره النقاد الرياضيين لو اتكلموا او مدحوا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، تمام؟ او لو عبد الواحد السيد قال كلمه مثلا عن لعيبه او فرقه، فتلاقي معظمهم مركزين مع قناه نادي الزمالك، مركزين مع النقاد الرياضيين، مركزين معايا في كل كلمه انا بقولها. فانا نصيحه يعني ركزوا مع قناه النادي الاهلي، ركزوا مع مقدمي قناه النادي الاهلي، بلاش الزمالك في دماغكم. الزمالك قد كده كبير وقد كده مؤثر وقد كده كل الادمغه الاهلاويه كل تفكيرها في الزمالك، كل يعني افرحوا وبعد كده روحوا اتفرجوا على اسلام الشاطر يا جماعه. اسلام الشاطر في قناه النادي الاهلي في برنامج رئيسي هناك، اتفرجوا على البرنامج هناك، برنامج مفيد وهيقول لكم معلومات مهمه عن النادي الاهلي وعن اخبار النادي الاهلي. طيب كابتن فطوطه انت في الفيديو ده انا يعني كانت دمعه عيني هتفر، انت كنت صعبت عليا، واللي هو بقى يا جماعه خليكم في قناتكم وروحوا اتفرجوا على كابتن اسلام الشاطر، رغم ان الكابتن اسلام الشاطر مش كوميدي، فانا عشان كده بضطر اتفرج عليكم. انا مبدئيا ما عنديش قناه الزمالك، لكن بتفرج اكيد على الفيديوهات بتاعتكم وانا عايش عليها زي ما قلت لك، فالموضوع كوميدي. يعني انا كابتن اسلام الشاطر هتفرج عليه ليه؟ ما انا مش هضحك، وبعدين الموضوع ممل شويتين عندنا في قناه الاهلي، ما فيهوش الكوميديا والاكشن اللي عندكم ده. بس انا كنت قربت اصدقك والله، انا قلت يعني نهار اسود الكابتن خالد الغندور هيعقل وانا برضو ده هيبقى خراب بيت بالنسبه لي، بس يعني قلت ماشي، يعني هنعمل ايه؟ طيب واحد وراح، ما في ناس تانية راحت. كابتن طارق السيد مثلا ما هو راح مسك المصري وساب القناه بتاعته، بس عامل معاه واجب. الكابتن طارق السيد ما مشيش وسابني كده، جاب لي مكانه الكابتن اسامه حسن كتر خيره طبعا، يعني حب يعلي معايا الليفل. لكن انا كنت ابتديت اقلق عليك من الفيديو ده. تاني يوم قاعد قدام الاستاذ صبحي عبد السلام بيقول ان احنا جايين هنا على الترابيزه الصغيره دي عشان نتكلم على الاهلي، وانت قاعد تقول له يا جماعه اكبروا بقى، مش كل يومين ثلاثه نقفشكوا القفشه دي، يعني حاولوا تستمروا حتى شهرين ثلاثه على حاجه واحده ولا مبدا واحد، ولا نشوف لكم اي منظر بدل اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده. عيب عليكم والله.